الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود يزور البلاد. إليكم التفاصيل. وصل أسمر بعد ظهر اليوم رئيس جمهورية الصومال الاتحادية حسن الشيخ محمود في زيارة رسمية للبلاد تستغرق 4 أيام تلبية لدعوة الرئيس إسياس أفورقي. وكان في استقباله في مطار أسمر الدولي الرئيس إسياس أفورقي بمراسم الشرف الرسمية. وسيبحث الرئيسان إسياس أفورقي وحسن الشيخ محمود خلال الزيارة الدفع بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والشراكة الإقليمية. ووجه الرئيس إسياس أفورقي في اللقاء الأول الرسمي الذي جرى مساء اليوم وجه الشكر لنظيره الصومالي الأخ العزيز لزيارة إريتريا، وقال أن الزيارة تفتح صفحة جديدة في صداقة الشعبين الإريتري والصومالي. وذكر الرئيس الصومالي بأن إريتريا والصومال ترتبطان عن قرب بالتاريخ والمصلحة المشتركة، مربا عن سعادته لزيارة إريتريا. وبحث الرئيسان الأوضاع الراهنة في الصومال والتعاون الثنائي، وتناولا الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة الصومالية الجديدة لتأمين الصومال السلام والاستقرار والتنمية والقيام بدورها البناء في القرن الأفريقي. وأكد الرئيس إسياس أفورقي للرئيس حسن استعداد إريتريا المساهمة في إنجاح تطلعات شعب وحكومة الصومال. وسيقوم رئيس جمهورية الصومال الاتحادية بزيارة مختلف المناطق لتفقد برامج التنمية في البلاد. وكان الرئيس الصومالي قد انتخب رئيسا لجمهورية الصومال الاتحادية في شهر مايو الماضي. تجري الإشارة إلى أن إريتريا والصومال وقعا على اتفاقية صداقة وتعاون شامل عام 2018.